بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موضوعي البلوز الطويل للثياب، مثل ما عندكم هسه هذا، وتحتاجون حتى ترسمون الباترون القياسات، قياس الكتف وقياس الخصر وقياس محيط الخصر، محيط الصدر، بس ما يكون ضاب، يعني شوية راخي، يعني مو ضاب، راخي. كل الموديلات اللي أعلمها أحب تكون مو ضاب. محيط الصدر الخصر أيضا مو ضاب، مو مثل التنورة هالشكل، لا. ومحيط الورك أيضا أعلى نقطة بالورك هالشكل. وتحتاجون إلى الأطوال، الطول من رأس الكتف إلى أعلى نقطة بالصدر، بعدين للخصر، بعدين للورك، لأعلى نقطة بالورك. وتحتاجون فتحة الردن، طول فتحة الردن، طبعا فتحة الرقبة حسب الرغبة، والطول الكلي من الأعلى إلى الأسفل. تطلعون إيش قد سويتوا البلوز، بعدين ما يتبقى هو هذا للتنورة. فهسه اليوم راح أعلمكم شلون ترسمون هذا الباترون. بس أتمنى أن تبقون تواصلون وياي، لأن راح نشتق من عنده كثير من الموديلات، السترة، يعني ما أدري، بلوزة عدل، بدلة مال عرس، يعني هواية كثير من الموديلات تشتق من عنده. فهسه فد رسم بسيط البداية، بس احتفظوا به للمستقبل لأن أحتاجه، احتفظوا به للمستقبل لأن أحتاجه. فهسه هذا أول شيء ناخذ الطول الكلي من رأس الكتف إلى أعلى نقطة بالورك. بس طبعا بالنسبة للبلوز مو شرط تسووه كله، يعني الطول حسب الرغبة. ومن الأعلى أيضا تحتاجون الخصر، وهذا عندي الأطوال. بعدين نحتاج إلى كلها، نحتاج محيط الصدر، محيط الورك، الخصر كلها ربعها، الكتف نصه. فالكتف نصه 21، هذا 21. أخذ من عند فتحة الرقبة، فتحة الرقبة تقريبا خلينا نسويها 6 أو 7 أو 8 حسب الرقبة حسب الفتحة المرغوبة، وعلى شكل قوس. بعدين ننزل 2 سنتيمتر ونوصل خط مستقيم. هذا الكتف 2 سنتيمتر، ننزل 2 سنتيمتر من هنا، 2 1 2، بعدين نوصلها بخط مائل. هذا الكتف. من هاي النقطة ننزل الفتحة مالت الردن. فتحة الردن أحيانا تصير 20 19 حسب الجسم الإنساني الموجود عندك. فخل أنا أسويها 19 لأن صاحبة هذا الباترون مو سمينة. 19 زين. من هذه خلصت هاي المنطقة، من وسط الكتف أنزل ارتفاع الصدر. ارتفاع الصدر عندي 32، أأشر 32، هاي 32 من تقريبا أو فوقها أو جواها ما يهم. محيط الصدر أقول أخذ ربعه. محيط الصدر عندي 100، ف25 125 محيط الصدر 25. فهذا 25 تصعد وأوصلها بفتحة الردن. هاي فتحة الردن. هذه مالت الصدر، ارتفاع الصدر تكون إلي للبنسة، للظهر، للخط، خط عدل من عندها هالشكل. ومن عندها مثلا أريد صدر البنية أو السيدة عندها السمينة تحتاج أكثر، يعني
تحتاج 5 سنتيمترات 6 سنتيمترات. ضعيفة هاي الثانية مالتي ضعيفة فتحتاج 4 سنتيمترات 4 سنتيمترات للبنسل. حسب ليش دا أنطيكم كل شيء شلون حتى أنتوا تقدرون تسوون أي باترون، وهذا نفسه ممكن تسووه للأطفال للصغار يعني بدون بنسة بهالحالة. زين، فهذه البنسة. زين، نجي الخصر. الخصر هنا عندنا أما أن نسويه مكسم أو نسوي عدل. فنفترض عدل، آخذ محيط الورك شقد؟ محيط الورك شقد؟ 27. أتصور محيط الورك، وين محيط الورك؟ 27 هياتي 27. فأما أن أوصل بخط عدل مستقيم بالثوب، بالأعلى مالت الثوب هالشكل عدل، أو مكسم بكيفي. مثلا أريد عدل، هذا عدل، هاي عدل. لكن إذا أريد مكسم آخذ الخصر، آخذ خط الخصر هالشكل وأنزل بيه 3 سنتيمترات أو 4 بهالشكل. بس طبعا مو هيك دائري، لازم قوس، وأرجع أوصله قوس بالورق. فهسه هذا تقريبا بس بقى هذه مكملة. هسه هذا كمل عندي الأعلى، القسم الأمامي. ممكن أسويه بعد أكثر، أسوي له بنسل لاخ. ممكن تقصرين هاي البنسة تسويها أقصر أو أصغر، وتسوين منها بنسل أخرى 1 2 4 كيفك. هاي هم بنسة هالشكل مثل ما هذا هسه شوفتكم إياه، هم ببنسة تبدي ب2 سنتيمتر تنتهي بصفر مثلث منا ومنا. فهاي حتى تتكسم من منطقة ممكن هاي البنسة تكون أكبر وتنزل إلى الأسفل، تنزل أسفل، تكسم هاي المنطقة كلها، منطقة الورك. طبعا مو بها زوايا، لا مقوسة هي، بس بالرسم هيك يعني مقوسة. هذه هي الصدر. الظهر مثله بالضبط، بس الظهر مثله، بس هذه مو راح تطووها 4 سنتيمترات أو 5 أو 6، هذا راحت من الطول. فطبعا لازم الظهر هم يخسر هاي المسافة 4 سنتيمترات. أنا بالنسبة لي سويتها 4، فهم يعني لازم 4، فالطول يصير 60 بدل ما يصير 64. والخصر هم ينقص من عنده. الخصر ايش قد الخصر؟ الطول للورك للخصر 44 يصير 40. بعدين ورا ما نكمل خصم الباترون نزيد منها بالكتف 2 سنتيمتر حتى يصير دائما يصير الظهر أعلى من الصدر ب2 سنتيمتر من جهة الكتف، أطول منا وأعلى منا. فهذه حتى يعني ليش أنا أريد أقول لكم حتى أنت تستطيعين تسوين ترسمين باترون بالحجم اللي تريديه، يعني سمين ضعيفة قصيرة طويلة كلها ممكن. عكس لما تاخذين جاهز لازم تغيريه. فهذا هسه الكتف هو 21، سويته أنا 22 أو 23. أنا زيدته هو 21، زيدته لازم أسوي 23. ليش؟ زيدته 2 سنتيمتر للبنسة مالت الكتف. أوكي، هسه هميني نفس الشيء، أخذ نفس المسافة 8 للكتف للرقبة، وأنزل هميني 2 سنتيمترات، 2 سنتيمتر أنزل، وهذه منا خط الكتف،
وبعدين هم نفس النقطة بالضبط 19 أو 20 حسب الفتحة اللي أنا مسويتها. أنا هسه سويتها 19. وبعدين هم أخذ محيط الصدر إشقد وأأشره وأوصل بيناتهم بقوس. أخيرا هاي حتى لا أنسى، هذه الصاعدين بها 2 سنتيمتر، هاي الصاعدين بها 2 سنتيمتر بس. هذه كلها تبقى نفسها، هذه تبقى نفسها. هذه هي الصدر والظهر نفسه، الظهر نفس الصدر، بس هذا الاختلاف والبنسة الاختلاف. نبقى حتى يكفينا الوقت، لن نخلي الوقت كله على الباترون. التنورة مثلا فصلتي الطفلة، فالتنورة ردتي هاي بعد بيها موديل بعد من تنورة تريدين بها خرط، بس مجرد تجيبين هيك تنورة هذا وتخرطيها عدلة وتخرطيها تصير فتشي كلش حلو، حتى لا تكسميها ولا أبد. عدلة مثل ما قبل شوية خلي لها حزام على الخصر يصير مكسر. يعني هاي تنزلين عدل للطفلة من الكتف إلى الأسفل وتسوي نفس الباترون حتى بدون مالت الخصر الصدر. فهذه وعدلة تنورة حسب الطول اللي تريدين. وأحيانا مو عدلة تريديها شوية بها فالترتيب، تسوي لي إياه تنزل بعرض مثل هذا الأمامي. فرضا هذا الثوب هسه هذا القماش، فرضا هذا القماش، فتاخذين بعرض هالشكل زين. هذا بعرض الصدر يم الخصر ما طول نزل بعرض، لازم هذا منه شوية مقوس سنتيمترين. هاي هالشكل يصير أحسن. وتأشرين خط الوسط وتقيسين منا إلى هنا قد بقى من عنده، بقى 30. هاي هم تسويها 30 وتقصين الباقي يعني هالشكل. شلون قصة. فهذه صارت تنورة ونقشر الوسط حتى نوزع الخرط. فهذه تصير مثل الكلوش تقريبا بس أقل، مثل ما هسه عندكم هالشكل. وإذا تريدون تخلوا لها أسفلها هم فد شي قوميل أو شي حلو للأطفال، وتريدون كلوش وتريدون خرط وتريدون يعني قطع، هذه كلها حسب الرغبة. والسلام عليكم.